لو لسه ما اتفرجتش على الجزء الاول روح اتفرج على الجزء الاول وتعالى ونخش على الجزء الثاني. ويبدا الفيلم ببيرسي وهو بيتنافس على افضل واحد في المعسكر، وكعاده قلبه الطيب يصعب عليه واحد وينزل يساعده، وبيخسر من بنت ملكه الحرب كريسي، وبيبعت له بعديها مدير المعسكر ويقول له عاوزك في مكتبي. ولما بيروح له بيقول له انت عارف انك ابن بورسايدن الوحيد؟ قال له بالظبط. قال له لا بصراحه ابوك كان متجوز حوريه بحر وخلف منها اخوك الجديد تايسون، وعرفه باخوه وهو كان سايكلوبس، ودوت اسم بيتقال على اللي ليهم عين واحده. وراحوا ياكلوا مع بعض، وتايسون قال له ان والدنا قال لي على مكان المعسكر وانا مبسوط ان طلع ليا اخ زيك. وكيرسي جت تتريق عليه وقالت له اخوك زي العسل واخد عينين والدك، ولا اقول عين واحده؟ تايسون قال لها انا شامم ريحه جوزك. قالت له انا مش متجوزه. قال لها لا انا شامم ريحه تور. وخرجوا كلهم على بره وشافوا الدرع اللي بيحمي المعسكر بينهار وفي حاجه بتحاول تكسره، ودخل عليهم تور عملاق وفضل يضرب فيهم، وكيرسي حاولت تسيطر عليه بس ما قدرتش عليه وحاول يقتلها، بس تايسون وقف قدامه ومنعه انه يقتلها. والتور هجم على تايسون وهرب، وبعديها التور هجم على بيرسي، بس بيرسي كان معاه القلم اللي بيتحول لسيف وحدفه جوه التور وتعطل وانفجر. وبعدها ظهر له لوك ابن هيرمس وقال له انا سممت الشجره المسؤوله على درع الحمايه للمعسكر. ولوك رجع علشان ينتقم منهم كلهم، وقال لبيرسي ان هو هيسامحه ان هو حاول يقتله في مقابل ان هو ينضم ليه، وبيرسي طبعا رفض. وبعديها لوك قال له فكر وهنتقابل، وبعديها مشي وراح على الشجره لقى المعسكر كله هناك، وقال لهم ان هو قابل لوك وهو سمم الشجره المسؤوله عن الدرع. ومدير المعسكر قال له هو عمل كده عشان يتخلص مننا كلنا، واكيد بيفكر في حاجه عشان كده حب يقتلنا. واني كانت بتدور على طريقه لعلاج الشجره ورجوع درع الحمايه للمعسكر، ولقت حاجه وراحت عرضتها على المدير وقالت له ان في قطعه قماش اسمها الفرو الذهبي عندها قدره تشفي اي حاجه وترجعها تاني للحياه. وهو قال لها استحاله تقدري تعملي كده. كل اللي راحوا يدوروا على الفرو وماتوا، ومحدش رجع من بحر الوحوش، او زي ما البشر بيقولوا مثلث برمودا. قالت له احنا عندنا استعداد نروح. جروفر قال لها اتكلمي عن نفسك. قال لها لا طبعا فكره وحشه جدا. وتاني يوم المدير قال ان هو عنده فكره عبقريه جدا، احنا هنبعت حد يروح يجيب الفرو الذهبي مثلث برمودا ونقدر نعالج الشجره ونرجع الدرع. وكلهم سقفوا وهتفوا له ما عدا اني كانت بتشتمه في سرها، واختار كريسي عشان هي بقت افضل واحده في المعسكر. وبيرسي عرض عليها انه يروح معاها وهي رفضت وقالت له لا انا استحاله اخدك معايا. فخبط على بيت جروفر وجروفر فتح له، واول لما شافه قال له وحياه امك بلاش. بيرسي قال له وانا قلت حاجه؟ قال له انا عارف هتقول ايه، نروح نجيب الفرو الذهبي صح؟ قال له صح. قال له ما انا كل مره انا اللي بلبس. قال له المره دي ثق فيا. واني بصيت له بعينيها وقالت له عشان خاطري تعالى معانا، انا عن نفسي هاجي معاكم. المهم هو وافق واتجهوا على بحر الوحوش، وهم خارجين لقوا في حد جاي وراهم وطلع تايسون وقال لهم هتروح الرحله ديت من غيري؟ قال له دي رحله خطر جدا. قال لهم عارف انا مش غبي. اني قالت له احنا عارفين انك مش غبي، انت عبيط بس. تايسون قال لها هذا من فضل ربي الحمد لله. وقال لها اللي بيحمل الفرو الذهبي واحد من السايكلوبس وهقدر اتواصل معاه واقدر اساعده. وبعديها فكروا ووافقوا ياخدوه معاهم، ويا ريتهم ما وافقوا. واني اديته مسحوق عشان يغير شكل عينه وتبقى بالشكل الطبيعي. وكانوا مستنيين تاكسي الساحرات واتجهوا على اقرب مكان من بحر الوحوش، وكانوا بيجروا بسرعه جدا. قالوا لهم خدوا بالكم وامشوا بالراحه. الساحرات قالت لهم ما تقلقوش، لو ما كناش بنعرف نسوق ما كانوش ادينا رخصه القياده. بيرسي بيسالهم بيقول لهم امال فين عينيكم؟ قالوا لا ما احنا ما عندناش غير عين واحده، هي ضايعه مننا هنا ولا هنا هنلاقيها ما تقلقش. واخيرا لقوا عينيهم الحمد لله. وهم ماشيين اني قالت له انا نسيت الفلوس في المعسكر. قالوا لها وحياه اثينا اللي هي امها يعني. ونزلوهم في واشنطن، وهم بيتمشوا رجاله لوك هجموا عليهم وخطفوا جروفر من وسطهم وقال لهم وحياه ابوكم مش كل مره انا اللي البس. وجروفر بص لبيرسي ثق فيا صح؟ اديني اتخطف. وهم ما كانوش عارفين يعملوا ايه. واني جالها فكره انهم يروحوا لهيرمس والد لوك عشان هيقدر يساعده، وراحوا له قالوا له ان هم جايين عشان يلاقوا لوك بعد لما هجم على المعسكر وخطف صديقهم جروفر، وهو ساعدهم قدامهم ازازه بتطلع دوامات هواء مستمره وما بتتوقفش وشريط لاصق بيخفي اي حاجه يلمسها. وبعديها سال العصايه بتاعته وقالت له على مكان لوك، واتجهوا على المكان دوت. بس كان لوك اتحرك في يخت، وتايسون طلب المساعده من والده وبعت لهم حصان البحر وركبوا واتجهوا ورا يخت لوك. وبعديها لما وصلوا فضلوا يتسحبوا، وتايسون عمل صب شنطه المدرسه اللي معاه وشافوهم، وكان معاهم وحش بديل عقرب وراس العوة، وخدوهم وراحوا لوك وسالوه على جروفر. قال لهم ما تقلقوش عليه، انا بعته مشوار وممكن ما يرجعش تاني. ووراهم صندوق لجدهم الكبير كرونوس، وقال لهم ان هو محتاج الفرو الذهبي عشان يرجعه للحياه تاني ويدمر اولمبس ويقتل كل الملوك اللي موجوده. وبيرسي قال له انت كده هتدمر العالم مش اولمبس بس. قال له ان الملوك هي اللي قتلت ابوه وانا هرجعه للحياه عشان يقتلهم. وبعدها طلب من جنوده انهم يحبسوهم،
وهما في الحبس بيرسي جاله فكره انه هيحرك موج البحر جنب المركب، وبعدها اني بتقدر توصل للشنطه، وبيرسي بيحط شريط اللاصق على الباب ويقدر يفتح الباب. وهما بيهربوا نزلوا ياخدوا مركب النجاه، وتايسون كالعاده بيخرب الدنيا، بيوقع المحرك بتاع المركب. وبعدها بيسالها بيقول لها معكيش واحد غيره، واني بتفكر وبتطلع ازازه دوامات الهواء اللي خدتها من والد لوك، ويبتدوا يتحركوا، وبيرسي بيتحرك وراهم ويركب الامواج ويروح لهم. وهما في الطريق لبحر الوحوش، البخاخه اللي بتغير شكل تايسون بتخلص، وصعب على بيرسي قال له تعالى انت قود المركب انا واثق فيك. وهو فرح جدا ان اخوه بيثق فيه، وفعلا خد ازازه الهواء وحرك المركب. وبعدها الازازه بتقع منه، ويساله يقول له معكش واحده غيرها، ويلاقي حاجه بتقرب منهم، واني بتقول له قول لي والنبي انهم مش سمك قرش. قال لها لا ما تقلقيش دول مش سمك قرش، دي اسنان وحش هيبلعنا كلنا. وحاولوا يهربوا منه بس كان خلاص بيبلعهم. ولما دخلوا جوه معده الوحش سمعوا صوت حد بيتكلم، وطلعت كريسي وخدتهم معاها على المركب اللي بتجهزه، وقالت لهم ان الوحش دوت كل 5 دقايق بيكسر حاجه وبيهدمها، وانا بصلح المركب دوت عشان احاول اخده ونهرب مع شويه مساعدين اغبياء. وطلعوا زومبي، والمركب ابتدت تسحب لمعده الوحش. وبيرسي فكر وطلع فوق مدفع وابتدى يعمل فتحه المركب تقدر تخرج منها، والمركب اشتغلت في اللحظه الاخيره، واتحركوا وقدروا يخرجوا من بطن الوحش وقدروا يطلعوا على السطح اخيرا. وبعدها بيرسي بيبص على الميه، ووالده كتب له الاحداثيات اللي يمشي عليها عشان يقدروا يلاقوا الفرو الذهبي. اتجهوا على الاحداثيات ديت وشافوا قدامهم جزيره، ولما وصلوا لقوها متدمره، وسمعوا صوت ودخلوا عند الصوت دوت، ولقوا جروفر هناك ومعاه سايكلوبس عملاق، وهو عامل نفسه واحده ست ومركب على عينيه عدسه عشان العملاق يحسبوا سايكلوبس زيه. وبعدها قال لهم ان لوك جابه هنا هو ومجموعه معاه عشان يسرقوا الفرو الذهبي، وهم كلهم اتاكلوا، وهو عمل نفسه سايكلوبس عشان ما يتاكلش زيهم. وبيرسي قال له انت شتت انتباهه واحنا هنسرق الفرو منه. وتايسون سابهم ومشي وراح اتكلم معاه، وقال له انا عايز اتكلم معاك بطريقه متحضره، احنا الاتنين سايكلوبس زي بعض، ممكن ناخد منك الفرو ونمشي؟ قال له يا سكر، وحدفه بعيد. وبعدها بيرسي بيخطف الفرو منه وبيجروا ويتجهوا بره النفق، والوحش كان بيحاول يلحقهم بس اخيرا قدروا يخرجوا ويقفلوا عليه من بره. ولسه بيقولوا الحمد لله هربنا، لقوا لوك جنبهم وطلب منهم يديله الفرو. قال لهم بس والنبي عاوز الفرو دوت عشان المشايه اللي عندنا دابت وعايزين نحطها مكانها. بيرسي قال له لا. لوك قال له براحتك وجه يقتله. تايسون اخوه حماه وقال له حاولت اعمل حاجه صح في حياتي، وراح متشقلب ووقع في النهر. ولوك خدهم عشان يشوفوا عودة جدهم، وبيرسي كان زعلان على اخوه جدا وحس انه كان اناني معاه، ولوك كان بيرجع جده للحياه من تاني. وبيرسي واللي معاه قدروا يحرروا نفسهم عن طريق القلم بتاع والده، وراحوا يهجموا على لوك وحاولوا يوقفوا الاستدعاء. وبيرسي اتعارك مع لوك وكان خلاص هيقتله، بس تايسون رجع ونقذ اخوه، وطلع لما وقع في الميه والميه شافته. ولسه جايين يفرحوا جدهم الكبير رجع من تاني، ولوك اول ما شافه فرح جدا، راح له قال له يا حبيبي يا جدي خدني في حضنك يا جدي. راح بلعه وطلع بيتغذى على انصاف الملوك عشان تديله القوه، عشان كده الملوك قتلوه عشان ما يقتلش اولادهم. وبيرسي بعدها بيواجهه، والسيف بتاعه هو الوحيد اللي يقدر يموته عشان كان بتاع والده بوسايدن وفيه قوته. وفعلا واجه كرونوس وقال له ماذا قال يوليوس قيصر عندما طعنوه بالخنجر، وقدر اخيرا يقتله. ورجع تاني للصندوق اللي كان فيه وطلع من جواه لوك وجروفر. ولوك وقع تحت عند السايكلوبس العملاق وقال له انا كنت جعان جدا، الحمد لله ربنا رزقني باكل. لوك قال له انت بتكلمني انا؟ ولسه جايين يفرحوا اني تعمل زي اي بطله في اخر الفيلم، السلعوه تضربها بديلها، وقطعوا ديل السلعوه وبعدها اتحجرت وماتت. وبيرسي استخدم الفرو على اني عشان يحاول يشفيها، وفعلا قامت وقدرت ترجع للحياه. وعرفوا انهم هيقدروا ينقذوا المعسكر، وخدوا الفرو الذهبي ورجعوا على المعسكر بيه وحطوه على الشجره، ورجعت للحياه من تاني، والشجره اتشافت والدرع رجع زي الاول عشان يقدر يحميهم من اي شر خارجي. وبيرسي حب اخوه جدا وتقبله بعيوب. وجروفر قال لبيرسي ان في حاجه غريبه بتحصل عند الشجره، وراحوا لقوا ان كان في بنت تحت الشجره وكانت ميته، ولما الفرو اتحط على الشجره رجعتها للحياه. وقالوا لها انت مين؟ قالت لهم ان هي تاليا بنت زيوس ملك الرعد. ويخلص الفيلم على كده، ولحد دلوقتي مفيش اجزاء تانية. لو عجبك الفيلم انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.